السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة من المطبخ الفرنساوي أصلا. اسمها بالفرنساوي ميلفي، وعندنا برضه بنقولها بالعربي ميلفي. بالإنجليز بيسموها البيستري كيك، والروس بيسموها نابليون كيك. الاسم الأشهر ليها الميلفي أو نابليون كيك. هي عبارة عن عجينة بيستري، وفيها كريم باتسير معمولة بطريقة حلوة قوي قوي. احنا هنعمل النهاردة العجينة البيزك خالص، وطبعا في تغيير جامد فيها، وبيحطوا عليها شوكولات وبيحطوا عليها فواكه، ولكن دي العجينة الأصلية بتاعتها، وطريقتها خفيفة جدا وحلوة قوي، وان شاء الله تطلع معاكم مظبوطة واحترافية جدا جدا زي احلى ملفي بيتباع برا. انا جربتها الحقيقة بطرق كتيرة، ودي كانت انجح طريقة والوحيدة اللي ما فشلتش معايا خالص من اول مرة بفضل الله. اول حاجة هنجمع المكونات السائلة، بتبقى عبارة عن بيضتين. كل المكونات هتكون باردة، البيضتين بس هما اللي بدرجة حرارة الغرفة علشان نقدر نقلبهم كويس، ومعلقتين من السكر زي ما انتوا شايفين كده، ويعني حبة صغيرين قوي ملح، ربع معلقة مثلا، ومعلقة كبيرة خل. الخل هيضيع زفارة البيض، وفي نفس الوقت يعني هيساعد معايا ان الخليط بتاع البيض ده يتضرب كويس. هقلب كويس الخليط بتاع البيض دوت مع الملح والسكر والخل، هضربه كويس علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. تمام. وهكون مجهزة كوباية كبيرة اللي هي كوباية الشوب بتاعة المية، تكون فيها مية ساقعة جدا، يعني مية حطيها في الفريزر قبل ما تبدأي تعملي الخليط ده. بصوا المية الساقعة اول ما نزلت على البيض غيرت لونه. تمام. هضربه برضو تاني كويس قوي علشان اتأكد ان مفيش اي تكتلات في الخليط ده، وبعدين هشيله في التلاجة لحد ما اجي استخدمه. اهم حاجة في عجينة الملفي ان كل المكونات بتاعتنا تكون بدرجة حرارة التلاجة. معايا للمقادير اللي انا هعملها دي هتعمل معايا يعني صينية كبيرة، فمعايا 750 جرام من الدقيق اللي هو لكل الاستخدامات، وعليهم 600 جرام زبدة. طيب لو عايزة تقللي شوية هتعملي 600 جرام دقيق عليهم نص كيلو من الزبدة. 650 جرام معلش دقيق عليهم نص كيلو من الزبدة. طبعا الزبدة تكون بدرجة حرارة التلاجة، ما ينفعش خالص نستخدم زبدة طرية. هننخل الدقيق كويس جدا الأول، ممكن مرة أو مرتين، ونحطه في حاجة واسعة زي ما انتوا شايفين كده، وهنقطع الزبدة مكعبات كبيرة، وهنقلبها في الدقيق علشان تتغلف كويس بالدقيق، ما تبقاش تدوب في ايديا، وهنبدأ نبشرها بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده. دي احسن طريقة تعملوا بيها النابليون كيك او الملفي. انا جربت بقى طرق كتيرة جدا، تخلي الزبدة باردة وتعمليها تفرديها بالنشابة وتحطي العجينة تفرديها بسمك رفيع وتحطي فوقيها طبقة الزبدة وتطبقيها طبقات وتدخلي التلاجة وترجعي بعد ساعة تانية تطلعيها من التلاجة وتقعدي تفردي وتطبقي وتحطي طبقات فوق بعض. حقيقي الموضوع مرهق جدا وما بتطلعش احترافية خالص، ولو العجينة مش متلجة بالدرجة الكافية اللي هي المظبوطة جدا بتطلع العجينة سايحة وبتتقطع معاكي وبتبقى مكبوسة ومش حلوة خالص، او بتطلع مقرمشة زيادة عن اللزوم وبتكون شبه البسكويت شوية، ناشف. فدي احسن طريقة ليها. شايفين كده انا دوبت بشرت كل الزبدة بالدقيق كده، بقت عاملة زي خليط الرملة كده الناعمة. هبدأ دلوقتي احط الخليط بتاع البيض اللي انا ضربته كويس وحطيته في التلاجة، هبدأ اضيفه تدريجي واحدة واحدة، وبعدين افرده على سطح علشان ابدأ اقلبه كويس. انا مش عايزة اعجن كتير خالص، العجينة دي ما ينفعش تحط نهائيا في الميكسر او العجان، دي لازم تتعمل بالايد لان احنا مش محتاجين نعجن اصلا. احنا مجرد بس هندخل المكونات كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بس نعملها على شكل مستطيل كده، ونلفها كويس بالبلاستيك راب او اي كيس بلاستيك، حتى حطي كيسين في بعض مفيش مشكلة، وهنشيلها في التلاجة لمدة ساعتين على الأقل. ما ينفعش نشتغل فيها قبل ما تكون ساقعة خالص. دلوقتي بقى هنعمل الكريمة بتاعة الحشو، والكريمة بتاعتها هتكون اللي هي الباتيسير كريم. هنحتاج 6 صفار بيضات، لو مش عايزة تستخدمي 4 بيضات كاملة، ولكن الصفار أفضل، وعليهم كيس فانيليا وكيس سكر فانيليا،
ونص كوباية من السكر ونص كوباية من النشا. طيب احنا بنعمل كده، هنحط عليها، هندوبهم كويس لحد ما تبقى عجينة ناعمة، وهنضيف عليها لتر من الحليب المغلي، ولكن بنضيف حبة حبة زي ما انتوا شايفين كده، معلقة معلقة، ونقلب لحد ما الخليط كله يكون سايل معايا، ونرجع نرجعها على النار تاني. وهنحط قطعة من الزبدة بعد ما يتقل معايا زي ما انتوا شايفين كده، علشان تديله طعم احلى ونعومة اكتر. وبعدين هنغطيها ونحطها في التلاجة لمدة، يعني هتاخد تقريبا ساعتين على ما نكمل خبز العجينة بتاعت الملفي. طيب انا هنا عملت العجينة دي، ولكن طبعا علشان تبقى التورتة احترافية هضيف عليها كوباية من كريمة الخفق. لو مش هتضيفي كريمة الخفق ديت، هتستخدمي بدل الدقيق النشا، هتحطي نشا مع دقيق، يعني نص الكوباية اللي انت هتحطيها دقيق ديت، هتحطي ربعها نشا وربعها دقيق علشان يبقى الخليط كريمي اكتر معاكي. طيب دلوقتي طلعنا العجينة بعد ما اخدت ساعتين في التلاجة زي ما انتوا شايفين، ناشفة يعني متماسكة كده. وهنقسمها 4 قطع، وهنبدأ نجيب ورقة زبدة ونرش عليها دقيق كويس، والنشابة نرش عليها دقيق برضو كويس، وهنبدأ نفرد واحدة واحدة، ولكن نشتغل بسرعة شوية لانها احنا الجو حر دلوقتي، فمسافة ما هتطلع من التلاجة وهنبدأ نتعامل معاها بايدينا هتسخن، وتبدأ الزبدة اللي جواها تسيح، وهي مش مطلوب منها خالص ان هي تسيح، لازم تفضل بدرجة حرارة كويسة علشان العجينة دي هتتقطع معايا وهتبقى شكلها مش حلو خالص. في الوقت اللي انا بدأت افرد فيه العجينة، انا شغلت الفرن على درجة حرارة 180 علشان يكون ساخن كافي، ودرجة الحرارة متوزعة في الفرن كويس علشان لما ادخلها تاخد كلها لون واحد من جميع الجهات. بفردها زي ما انتوا شايفين، بتبقى سمكها حوالي نص سنتي، تمام. ولو في حتة فيها كتلة زبدة زي ما انتوا شايفين على الحرف كده، مفيش اي مشكلة، هحط عليها رشة من الدقيق وهفردها تاني كويس وهتبقى كويسة. اهم حاجة ان كل ما احس ان العجينة هتبدأ تلزق في النشابة، اضيف عليها رشة من الدقيق بسيطة قوي، علشان طبعا احنا حاطين كمية زبدة كتيرة، فالعجينة ديت لو سخنت هتبقى طرية جدا وبتلزق في كل حاجة معانا، فاحنا لازم نشتغل بسرعة وفي نفس الوقت بدقة علشان تطلع مظبوطة جدا. هنفردها بقى مستطيل او مدور زي ما تحبي، زي ما شكل القالب اللي انت عاوزاه يطلع، تمام. انا هنا استخدمت اللي هي الصينية الكبيرة قوي ديت بتاعة التورت. تقدري تستخدمي صينية صغيرة، وتقدري تعملي قوالب زي اللي هي بتاعة التشيز كيك، مفيش اي مشكلة خالص في الشكل والحجم، لكن انا حبيت اعملها لكم مستطيلة المرة دي علشان في كيكة تانية ان شاء الله هنعملها روسية اسمها الهاني كيك او كيكة العسل الروسية، فدي حبيت يعني هما بيكونوا شبه بعض في الاخر، فانا حبيت افصل بينهم علشان يبقوا مختلفين في الشكل، فتقدروا تفرقوا ما بين الميلفي او النابليون والميدافيك او كيكة العسل الروسية. بعد ما فردتها في القالب اللي انا هعمل فيه، هجيب الشوكة كده واخرمها علشان انا مش عايزاها تعلى معايا في الفرن. طبعا الكيك دوت مش محطوط له ولا بيكنج باودر ولا خميرة ولا اي حاجة خالص، فهو هيعلى حاجة بسيطة قوي نتيجة البيض بس اللي احنا ضفناه. وده شكله، احنا مش هنسيبه خالص لحد ما يتحمر قوي يعني، لا احنا بنسيبه بس لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح من على الوش. ونكمل كل العجينة بنفس الطريقة اللي هم هيبقوا 4 طبقات. عشان اجهز بقى الباتسير كريم، هضيف كوباية من كريمة الخفق ديت. وزي ما قلتلك لو مش حابة تضيفيها، بس هي بتدي غناوة اكتر للطعم وبتخلي كيكة احترافية جدا وزي الحاجات اللي بتتباع جاهزة برا. بس لو مش متاح عندك، هتقسمي كوباية النشا، نص كوباية النشا اللي احنا ضفناها، وهتحطي نص كوباية، ربع الكوباية دقيق والربع التاني نشا، وتستغني عن كريمة الخفق. هبدأ احط الطبقات كلها فوق بعضها كده بتاعة البيستري، عجينة البيستري اللي احنا عملناها، شايفين قد ايه عاملة زي البسكويت كده وشكلها حلو قوي، وباين قد ايه ان هي فيها طبقات من جوه. هنحطها كده ونقطع الحروف بحيث ان هي تبقى متساوية، واللي طلع منها دوت هنستخدمه دلوقتي، هقولكم نعمل بيه ايه. وهبدأ احط طبقة طبقة، واحط عليها طبقة من الكريمة وافردها كويس، واحط طبقة تانية من اللي هي الميلفي، عجينة الميلفي، واغطيها تاني بطبقة خفيفة من الكريمة، تمام.
واحط الطبقة اللي بعدها وهكذا لحد ما تنتهي معايا كل الطبقات. الطبقة اللي على الوش بقى هنحط طبقة سميكة شوية من الكريمة، وطبعا الحروف والاطراف لازم نغطيها كويس بالكريمة زي ما انتوا شايفين كده، ويبقى معاكي سكينة او اي حاجة مستطيلة تساوي بيها. وطبعا في الاخر نخلص ننضف حواليها كويس جدا قبل ما نبدأ اخر حاجة اللي هي تزيين الكفر بتاعها من على الوش. بس زي ما قلت لكم على قد ما نقدر بنساوي بس حروف العجين من فوق. دلوقتي دي الاطراف اللي انا قصيتها تمام، وبواقي العجين اللي انا كنت بقطعها كانت برضو حطيتها في صينية ودخلتها الفرن علشان تتحمر. وهبدأ بايديا كده ان انا من كتر ما هي هشة بتتكسر معايا بسهولة جدا. لو حابة تحطيهم في الخلاط وتضربيهم كده يبقى ماشي، بس انا بحب يبقى ليها شوية كده قرمشة وتبقى عاملة زي الكورن فليكس شوية، ما بحبهاش ناعمة قوي. فبتغطي بيها كل التورتة وبتعملي لها كفر ليها كلها من على الجناب والاطراف وكل حاجة تمام. وبندخلها التلاجة ونسيبها لمدة 12 ساعة على الاقل. ما تاكلوهاش قبل كده يا جماعة، بيبقى طعمها لسه ناشف شوية وما بتبقاش شربت من الكريمة والخليط اللي احنا عملناه دوت. والبيستري نفسه ما بيبقاش، هي لما بتقعد في التلاجة وتاخد وقتها بتطلع تحفة جدا. قد ايه هي شكلها حلو قوي قوي. طبقات البسكويت ده طري وهش وجميل جدا، طعم الزبدة باين، الكريمة اللي احنا عملناها يعني برغم ان هي بسيطة جدا بس حلوة قوي قوي قوي، هتعجبكم جدا جدا. وزي ما قلت لكم تقدروا تغيروا في اي حاجة في التفاصيل الحشو اللي فيها، ولكن حبيت اعمل لكم الطريقة الاصلية، وان شاء الله عملتوها هتبقى ناجحة معاكم وممتازة جدا من اول مرة. بحب افكركم تاني لو مشتركتوش في القناة انزلوا تحت الفيديو اعملوا اشتراك او سبسكرايب، وما تنسوش لايك وشير. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.